كورتين جت سالم في الاختراق الفني، في الاختراق اللي ما بين المدافعين وسببت خطوره. هذه من كاميرات خاصه للاحداث اللي حصلت بعد المواجهه. كانت البدايه بفرحه للعويشير اللي اعتبرت استفزاز من جمهور الهلال، بادروه بكم علبه انا شفتها مرميه من قبل الجماهير تجاه اللاعب. أول من ركض داخل غرفة الملابس أو داخل الممر كان جحفلي والشهراني من جانب نادي الهلال، ثم لحقهم تباعا لاعبي الفريقين. هنا نشاهد ديجنيك لاعب نادي الهلال يحاول تهدئة الجماهير الهلالية بعد هذه الأحداث. وهذه اللقطات كانت من داخل الممر في المنطقة المخصصة ما بين غرف لاعبي الفريقين. وهذا الباب اللي نشاهده هو باب فريق أحد، والباب المقابل له في الجهة الأخرى هو المخصص لفريق نادي الهلال. ويبدو أن تجمع الحكام ورجال الأمن ومنظمي ومنسقي المباراة أكثر أمام غرفة الملابس المخصصة لفريق أحد. وهنا يظهر الكابتن فهد الفرج أيضا يحاول من التهدئة ما بين الحكام وأيضا إداري ولاعبي نادي أحد. وأيضا هذا نائب رئيس نادي